يعني صدقا اللي اخترع هي الاكل لازم يعملوا له تمثال. بس هي الاكل شو بتتاكل؟ بنغوص غوصان هيك لتحت مشان ناخذ كل شيء مع بعضه، وبنغوص هيك لتحت بنقول بسم الله بسم الله. الله على هالطعمه، شيء خرافي. بما انه بلش هلا موسم الباذنجان والباذنجان الصغير مطروش طرش بالسوق، قررنا انا وسميرة خانم نعمل لكم اكله دمشقيه شاميه بحته واللي هي فتة المقدوس. تعالوا شوفوا شلون عملناها. شوفوا لي على هالالوان والتحفه الفنيه ما احلاها. بدنا مقلايه وشويه زيت على النار، وعندي هون لحمه لامه بدنا نقليهم. وهلا بس استوت عنا اللحمه بنحط لها ملح وفلفل، بنقلبهم تقليبتين وبنقيمهم على النار. وهلا سميرة خانم رح تقشر لنا الباذنجانات. وهلا بنجيب رغيف خبز بنقطعه مربعات. وهلا بزيت غزير وحامي بدنا نقلي الخبزات. بسم الله. وهلا بدنا نقلي الباذنجانات، بس قبل ما نقلي الباذنجانات شقيتهم هي الشقه مشان سهوله الحشي بعد القلي. بسم الله. وهلا بعد ما نسوي الباذنجانات بنصفيهم كثير منيح وبنحطهم على جنب ليبردوا. وهلا بدنا نسوي الصوص، طنجره صغيره على النار رح نحط شويه زيت. وراح نقلي بصله ناعمه. وبس تتحمص البصله رح نضيف فوقهم بندوره مخلوطه على الخلاط وناعمه. وراح نضيف فوقهم معلقه دبس بندوره مشان تعطيها لون ونكهه. وبدنا ما ننسى نضيف الملح وفلفل اسود. وراح نحركهم مظبوط على النار هذه، رح نتركهم لا يتعقدوا. وهلا بدنا نحشي الباذنجانات بهالطريقه هي. وهلا بس تعقدوا شوي رح نحط الباذنجانات فوق نصف. رح نترك الباذنجانات شوي يشربوا من مية البندورة، ولبين ما الباذنجانات يغبوا من مية البندورة خلينا نروح نسوي الصوص. وهلا للصوص بدنا لبن زبادي، وبدنا نحط معه سنين توم مهروسين، ومعلقتين من طحينة السمسم الظريفة، وعصير ليمونة حامضة، وملح على حسب الرغبة. وهلا بنخلطهم منيح، وهيك الصوص صار جاهز. وهلا بعد ما الباذنجانات غبوا من مية البندورات رح نقيمهم على جنب. وهلا رح نطبق الاكله. حطيت خبز زبديه غميقه، رح احط فوقهم طبقه بندوره، وهلا رح احط فوق اللبن والطحينه، وهلا رح صف الباذنجانات. وهلا رح احط اللحمات اللي زادوا معنا من الحشوه. وهلا رح نزين بدبس الرمان وشويه رمان وبقدونس ناعم. واهم شيء الزوزقه وشويه مكسرات، لانه بدون مكسرات ما بيمشي الحال. واهم شيء نحن عندنا الشوام هي طشه السمنه. بسم الله. وهيك اكلتنا صارت جاهزه، وهلا صار لازم ندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. بس هي الاكله شو بتتاكل؟ بنغوص غوصان هيك لتحت مشان ناخذ كل شيء مع بعضه، وبنغوص هيك لتحت بنقول بسم الله بسم الله. الله على الطعم، شيء خرافي. يعني صدقا اللي اخترع هي الاكل لازم يعملوا له تمثال. وهلا كالعاده لازم ناخذ راي سميرة خانم بالموضوع. شو رايك سميرة خانم؟ وانتم كمان اذا عجبتكم الوصفه مثل ما عجبتها لسميرة خانم لا تنسوا تكتبوا لنا بالتعليقات وشو حابين تشوفوا بالفيديوهات الجايه.